علي ربيع اللي بيعمل افلام يعتبر سيئه قوي، هو في الاصل شخصيه بتضحك. يعني لو اتفرجت عليه في اي مكان بيتكلم هتلاقيه بيضحك من كلام عادي. احنا محبوسين جوه، احنا اللي هنفتح من جوه واحنا محبوسين جوه، هنفتح ازاي؟ وكان بيبان ده قوي على المسرح لدرجه ان عادل امام كان بيحب علي ربيع قوي، بيقول عليه الواد ده عبيط. علي ربيع عبيط قوي. وقعد مع علي ربيع يعلمه ازاي ممكن يطور نفسه في المسرح، ازاي يضحك الناس بنظره بس بنفس. يعني استاذ عادل امام مثلا كان بيقعد يقول لي حاجات بالذات في المسرح لو عملتها هتبقى احسن، فقلت له زي مثلا، قال لي يعني مثلا الهوا بيضحك، قال لي انا ملك الصمت، يعني وانا ساكت اضحك الناس اموتهم من الضحك، فقال لي انت لو عرفت توصل للمرحله دي هتبقى احسن من كده بكتير. وقبل ما الزعيم يديله التيبس اند تريكس، وقبل ما ياخدوا معاه كمان مسلسل استاذ ورئيس قسم، هل فعلا علي ربيع كان بيعرف يضحك في مسرح مصر؟ لا لا لا، سوري قصدي تياترو مصر. يا اخي الواحد مش عارف الجوب ده عايز منه ايه، انا حاسس ان الجوب ده هو اللي بيشربني مش انا اللي بشربه. علي ربيع يا باشا هو اول واحد فيهم بقى نجم، هو الوحيد اللي واخد حريته على المسرح. يعني لو نسي جمله مش فاكرها هيبني عليها افيه طول المسرحيه، زي افيه هو هي ولا ده هو مألفها عشان ناسي الكلام، وهيفضل يستخدمها طول المسرحيه وهتبقى ترند. انا بقولها عشان هو يتكلم في القصه بتاعت العرض، ان انا خلاص خارج بره الموضوع، دي جمله مش منطقيه، ايه هو هي يا ولد والناس تضحك. علي ربيع هو الوحيد اللي كان اول لما بيدخل الناس بتسقف له. ايوه الا بالله. اقول لك على حاجه، علي ربيع هو اول واحد اصلا الناس عرفت اسمه. يعني احنا كنا نعرف اشرف عبد الباقي بس، لكن بعد كده لما الواد ده بيضحكنا يا جدعان، هو اسمه ايه ده؟ انا هروح ادفع فلوس واتفرج على تياترو مصر ده في المسرح عشان اشوف الواد ده اللي بيضحك قوي، لان هو الوحيد اللي بيجيب صريخ ضحك وسط الفرقه دي كلها. وكان يعتبر علي ربيع هو الجولدن بوي في مصر، وكانت الناس كلها بتتوقع ان علي ربيع ده هيكسر الدنيا وهيبقى نجم كبير جدا وهيعمل بطوله وهيسلك طريق عادل امام بقى وطريق الفنانين الكبار، لان هو في بدايته فعلا كان باين ان هو متميز عن فرقه مسرح مصر دي كلها. يعني زي لما راحوا عملوا فيلم اوشن 14، كل الفرقه بتمثل في الفيلم ده ما عدا علي ربيع. علي ربيع هيروح يعمل فيلم لوحده، زي مثلا الزعيم عادل امام في مدرسه المشاغبين كان معاه كل الفنانين وكلهم راحوا عملوا مسرحيه العيال كبرت، هو لا، راح عمل شاهد ما شافش حاجه. فعادل امام كان متميز ما بينهم، هو كان الافضل. فنفس الكلام ده مع علي ربيع، هو باين فعلا ان هو ده الشخصيه الافضل، الناس توقعت ان هو هيفضل يكبر بقى. وفيلم البطوله بتاع علي ربيع ده كان فيلم حسن وبقلص، وفي اعتقادي الشخصي ان من احلى افلامه فعلا هو فيلم حسن وبقلص ده، لانه كان من اخراج المخرج وائل احسان، وكان معاه بطوله معاه كريم فهمي، وكان معاه قصقص برده في الفيلم. وبالمناسبه انا عامل حلقه كامله عن المخرج وائل احسان، ممكن تروح تشوفها من الاي اللي فوق. ولكن السؤال هنا، ايه اللي يميز علي ربيع عن باقي فرقه مسرح مصر ويخليه يبقى هو النجم الاول منهم؟ يعني هم كلهم بقوا نجوم ولكن هو بقى اول نجم فيهم، وكلهم بعد كده بقوا نجوم، ولكن هو الوحيد اللي سهمه يعتبر وقع جامد بالنسبه للحاجات اللي كنا متوقعين انه يقدر يعملها. اهلا صاحبي، انا محمد عادل، وفكرك تعمل لايك سبسكرايب كده علشان هنتحدث ونتعمق في سر موهبه علي ربيع، وازاي هو فعلا شخصيه بتضحك وكوميديان وفي نفس الوقت بيعمل افلام سيئه واعمال سيئه. بص يا صاحبي، عشان تفهم سر موهبه علي ربيع لازم تفهم علي ربيع اصلا في الكور بتاع علي ربيع. يعني مثلا تساله انت دخلت كليه تجاره ليه يا عادل؟ انا كنت متارجت اخش جامعه القاهره عشان كانت قريبه، ده الهدف، ايه جوه اي حاجه جوه بس عشان اراضي الناس. طب ايه السر اللي خلاك تمثل؟ يعني انت كنت بتحب التمثيل ولا ازاي اصلا دخلت في المسرح؟ عشان هم عندهم تكييف جوه وبره حر. بالظبط، انا قعدت للسبب ده، انت مش عالمي. عشان التمثيل. طب يا استاذ علي ممكن اتصور معاك؟ عندنا هنا كده مش شغال. لا شغال، ده لسه جايبينه بقى. يا بنات حد صورني؟ لا شغال. حد كده بتعمل حاجه. مش شغال ليه؟ فواضح ان كل حاجه بيعملها وبيعملها بكل سهوله وباكتر طريقه مريحه، مش هيتعب دماغه. استاذ علي احنا عارضين لك فيلم تعمله من بطوله بس ما تكملش، طالما وصلت للمرحله دي ما تكملش، هات امضي. طب تقرا السيناريو؟ مش هقرا ايه مش هقرا. فاللي هو هيقول له طب استنى اقرا، السيناريو. يقول له لا يا عم كفايه وشك السمح يا عم والله. يقوم ماضي. هو اكيد بيقرا السيناريو، يعني انا بهزر، بس تحس ان هو من دماغه الهاديه والروقان ده تحسه تطلع منه، لكن اكيد بيقراه، يعني اكيد بيختاروا ما بين الافلام يعني، اتمنى يعني. وهو اكيد شخصيه بتعرف تضحك، ففكره انك انت ناس كتير بتشوف اللي هو دمه تقيل ولكن لو شافوه في ميمز بيضحكوا. فانا حاسس ان علي ربيع فعلا هو يقدر يخليك تضحك حتى لو انت متضايق، ولكن لازم يكون في سيناريو او لازم يكون في سياق يضحكني. لان انا عشان اكتب الحلقه دي اتفرجت على فيلم بعد الشر، ويعني مش عايز اقول في رخيص ولكن هقول في رخيص شبه الفيلم بعد الشر. فعلا اللي هيتفرج على الفيلم ده
لان الفيلم ده واخد الشر كله، افيهات وحشه جدا. ما هقول لك ايه، ما انا بتفرج على الفيلم ده فانا هجيب افيهات حلوه منين؟ يعني واحد اتفرج على ساعتين من عمره راح على بعد الشر. انا اصلا جايب سيره الفيلم عشان اتفرجت عليه عامه. المهم ان ده فيلم سيء جدا كقصه وكاحداث وحاجات مش راكبه وكوميديا رخيصه وكلام راغي كتير، ولكن علي ربيع لما بيجي يقول افيه طريقه القائه فعلا بتضحك والافيه بيطلع حلو، ولكن الفيلم كله وحش. يعني انا مش هطلع من الفيلم اقول والله الافيهات دي ضحكتني. انا مش عايز اتفرج على افيهات يا حبيبي، انا عايز اتفرج على فيلم حلو، انما الفيلم نفسه مش حلو. هي دي المشكله. واسقس في الفيلم ده معاه برضو، يعني اسقس برضو الفيلم ده ما بيضحكش ولكن هو في الحقيقه بيضحك. يعني انت مثلا لو شفت الحلقه بتاعت مع كامل احترامي محمد عبد العاطي واسقس كان فيها، لا اسقس بيضحك يا جماعه، يعني اسقس دمه خفيف جدا. فانت مديله في الفيلم مشاهد غريبه جدا، هو بيتكلم فرنساوي ومش عارف بيتكلم انجليزي وحاجات غريبه في الفيلم، لكن اسقس ده يطلع منه حاجات يا جدعان، يعني يطلع منه حاجات حلوه قوي. ولكن الفكره ان هم بيروحوا لشباب مسرح مصر يقول له بص السيناريو يكون مكتوب كله، ما يجي عند الحته دي يقول لهم لا هنا الممثلين هيرتجلوا ليه؟ يعني الارتجال ليه؟ في حته ان علي ربيع بيعرف يلقي الافيه ماشي، هو كده هيبقى ممثل كويس، لكن هل هيبقى نجم؟ دي غريبه بقى. هو ينفع بس لازم يختار السيناريو بعنايه، المخرج برضو يكون يختاره حلو. يعني هي الفكره ان لازم يكون الفيلم حلو علشان انت تبقى نجم، مش فكره انك انت شخص بتعرف تضحك فانت خلاص بقى يا جدعان انا مش عايز حد معايا، انا عايز اقبض القرشين وبتاع محدش يجي معايا، انا كده بضحك، انا كده بضحك، انتوا عايزين حاجه غير انكم تضحكوا؟ كمان مان عايزين كوميديا يا مان. ولكن هو واضح ان هو شخصيه ابسط من كده، يعني هو كانسان هو راجل نقي جدا شكله، او يعني شكله راجل طيب وابسط من كده. هو عايز يروح يلعب بدل مع اصحابه البنات ويرجع ينام ويروح يصور ويرجع، هو مبسوط يا سيدي، عيشه حلوه. يعني حسب تعريفك للنجاح ممكن تبقى انت راضي، هو فعلا راضي بالموضوع اللي هو فيه ده. ولكن انا بالنسبه لي حاسس ان هو متهاون، ان فكره ان انت ليك اسم او فيلم بيتباع باسمك وليك قدره ان انت تبقى بطل، ما تستغل الفرصه واعمل فيلم حلو. هو انت كده ده اللي بيخليك تحس ان انت رامي النعمه، انت معاك نعمه كبيره جدا، حلم شباب كتير جدا ان هو يبقوا كده، لكن انت تتهاون فكره لا يلا يا عم والله ما كاسفه. فده اللي يزعل، انت افلامك ممكن تكون ما بتطلعش لقدام، ما بتتطورش، لا ده بالعكس ممكن تكون بتسوق. يعني مثلا فيلم بعد الشر اللي عامله علي ربيع اللي انا شفته ساعتين ده كان فيلم نهايته عبثيه جدا غير بدايته. يعني بدايته ماشي عبثيه عشان الكوميديا، اللي هو قصته ان هو واحد ساب البنت اللي كان بيكتب عليها الكتاب يوم فرحها وراح اتعرف على واحده ثانيه بيحبها، فالبنت اللي هي ساب كاتب كتابها دي عملت له عمل، كل ما يقول كلمه بحبك يتحول مره ست مره قرد. المهم ان البنت الثانيه دي بقى اللي اتعرف عليها دي كمان بتسيبه هي كمان، هم اصلا طول الفيلم بيتخانقوا عليه ولكن ما علينا، يعني بتسيبه هي كمان، وفجاه خلاص ده علي ربيع بقى في مكان والبنت دي في مكان. فهم المفروض بقى في قواعد السيناريو او اي فيلم بيتقفل ان هم يرجعوا تاني يتجمعوا ونشوف بقى ونحاول نحل بقى وكده، فهو مفيش حبكه تجيبهم تاني ترجعهم مكان. فراح اسقس اتصل بيهم خلاهم يجوا المكان ده وقال له خلي بالك حبيبتك القديمه بتعمل لك عمل جوه. وفجاه من لا شيء البنت بقى اللي هي التانية دي اللي ما تعرفش حاجه قعدت تشرح له ده خلي بالك بتعمل له عمل جوه. تحس ان الفيلم ما بقاش معمول للاطفال، يعني اطفال اخرك 7 سنين مثلا، اكتر من 7 سنين ممكن يقول لك ايه يا عم اللي انت عامله ده. البنت بتشرح كل حاجه والفيلم بيخلص بسهوله، مش عارف ليه بتعملوا كده. ولكن انا في توقعاتي ان اي طفل هيحب الافلام دي جدا جدا، وانا لو كنت صغير هحب افلامه دي، ولكن لسن معين، يعني مش سن كمان طفوله كبير، لا انت 10 سنين بقول لك ده هيبقى جاي على نفسه قوي. وغير كده لو مثلا يا عم الاطفال كلها بتحبه، حاسس ده ما ياكلش عيش او ما يخلوش يستمر قوي، ان الاطفال دول مصيرهم يكبروا هم كمان. وغير كده يعني هو لو انا مثلا اب ودخلت عيالي السينما الفيلم علي ربيع والعيال اتبسطوا، انا ممكن ما ادخلش تاني فيلم علي ربيع حتى لو عيال اتبسطت، لان الفيلم انت ما كسبتش الاثنين، يعني ما كسبتش الطفل وكسبت الاب مثلا والام. ودي حاجه صعبه على فكره، انك تخلي العيله كلها تتجمع على فيلمك، انك تجمع بين ان الكبير يتفرج على الفيلم يعجبه وان الصغير يتفرج على الفيلم بتاعك يعجبه. وافضل واحد كان تقريبا بيعمل المعادله دي كان احمد حلمي، فيلم زي ظرف طارق، فيلم زي مطب صناعي، قدر يخليك ترتبط بيك وانت كطفل وخلى الكبير بيتفرج على الفيلم عادي. فدي خلطه بجد صعب اي حد يعملها فعلا. حل علي ربيع ايه دلوقتي؟ المفروض علي ربيع يرجع للمسرح افضل ولا يكمل محاولات بقى في السينما والمسلسلات؟ لان هو كشخصيه مش ذكي كفايه، او بمعنى اخر هو مكسل يتذاكى، يعني هو ايه عكس عادل امام، او خلينا نقول احمد عز بقى، بما اني عامل فيديو عن احمد عز ممكن تروح تشوفه من اي لفوق. احمد عز كان ذكي جدا مع ان موهبته ممكن تكون قليله، ولكن لا كان بيتذاكى ويقدر يفكر. وان عادل امام كمان يعتبر بدا نفس بدايته زي ما قلنا كده في حته ان هو اللي كان متميز وسط الناس، خصوصا افلام السبعينات كان فيها افلام سيئه جدا وكان فيه انتاجات في لبنان واواخر الستينات وكده. ولكن عادل امام كان فعلا بيحب اللي بيعمله وعايز يتنوع وعايز يوصل اعلى، وبيقدم افلام كوميديه مش معتمد عليه هو بس، لا ده عادل امام كمان كان بيختار الممثلين معاه، بيختار السيناريو بعنايه، ويدور على مخرجين جداد يجددوا روحه، زي ما مثل مع شريف عرفة يعتبر في بداياته. فلا يعني النجوم دول كافحوا جامد فعلا. وخلي بالك علي ربيع كافح برضه، لان هو بعد ما خلص مسرح الجامعه راح مركز الابداع الفني مع الاستاذ خالد
احمد جلال، ده اللي مطلع نص النجوم الفتره الاخيره، وصعب جدا انك تتقبل في الاختبارات بتاعته. فهو انه دخل المركز الابداع الفني ده وخلص ال3 سنين بتوعه، الراجل ده موهوب، ولكنه كسول، او هو كان بيكافح كتير جدا فدلوقتي عايز اللي هو مرتاح بقى. ولكن على فكره علي ربيع ليه جمهوره، بدليل ان هو لسه بينتج له افلام تانية لحد دلوقتي من بطولته، ما نزلش بقى درجه تانية او وقع، لا لسه هو بيعمل افلام بطولته كل سنه وبتجيب ايرادات يعتبر حلوه جدا او المتوقعه منها، لان الانتاج بتاعت الافلام دي يعتبر رخيص او مش مكلف كتير، فيعتبر هو الفيلم بيغطي الانتاج بتاعه، ممكن يكون بيفوقه كمان. يعني مثلا فيلم زي بعد الشر ده جايب 16 مليون جنيه وكان فيه اغنيه سطلانه جوه، يعني انا بتفرج شفت ايه ده سطلانه من هنا، يعني الاغنيه اتشهرت اكتر من الفيلم سبحان الله. ولكن فيلم بعد الشر ده هتلاقيه ان هو كان المركز الرابع ساعتها وسط الافلام اللي معروضه في السينما، فتحس اللي هو انت مش ناجح قوي كترتيب شباك ايرادات. بس بص عليك رقم فلوس 16 مليون جنيه، وانت ممكن تكون الفيلم ده مكلفك 2 مليون جنيه او ممكن يكون مكلفك رقم اكبر حتى، بس انت لسه تاخد فلوس تاني لما توزعه على المنصات والقنوات التلفزيون، في فلوس لسه. وفيلم زي الصفا ثانويه بنات ده كان جايب 21 مليون جنيه ونص، وكان لسه نازل في العيد الصغير قصاد سيكو سيكو ونزل معاه وكده. ولكن احنا مخنا وقتها مش هشوف ال 21 مليون جنيه كرقم، لا ده لان سيكو سيكو جاي 100 مليون وشويه، وهتحس ان فلوسه قليله. ولكن 21 مليون جنيه في فيلم تكلفته قليله، وغير كده جاب حوالي 4 مليون ريال سعودي، ده يعني تقريبا 51 مليون جنيه مصري، فالفيلم مقفل له بتاع 70 مليون جنيه كده، فطبيعي يكون مبسوط باللي هو وصل له الراجل يعني ويكون مرتاح. ولكن هنا بقى بيفرق بقى الطموح، وبيفرق تعريف كل واحد للنجاح، وبيفرق هو المفروض يكون الجمهور بتاعه ده ليه حق عليه. هيقول لك طب ما الجمهور مبسوط يا ابني، الشريحه اللي بتحبه دي مبسوط، انت اللي مش مبسوط. فهو كفنان راضي دي حاجه بتاعته. بس خلينا نخش في نقاش جانبي كده، هل علي ربيع هو افضل لو هو كان دور تاني بس؟ لان علي ربيع عمل ادوار كتير وهو صغير دور تاني، مثلا يعني مثلا فيلم بنات العم كان ظهوره صغير لكن كان بيضحك، عندك الحرب العالميه الثالثه الاسكندر الاكبر، وبعد ما بقى نجم تياترو مصر وعمل مسلسل لهفه كان فعلا شخصيه بتضحك جامد، واللي اكتشفت بالمناسبه ان مسلسل اللهفه ده خلاص بقى يعتبر اصبح من الكلاسيكيات. ولكن من الواضح ومن تحليلنا اللي احنا برضو مش قريبين منه قوي، واضح ان هو مرتاح باللي هو واصل له، وان هو كل سنه يعمل فيلم يجيب له الايرادات المرضيه، وان هو عايش دلوقتي برضه فكر عايش كحياه مرتاحه. ممكن يكون هو حابب الجمهور اللي بيضحك له بسهوله، ومش حابب مش مهتم يرضي مثلا فئه الشباب اللي تدخل له افلامه، يكون مش طموحه، مش عايز فئه الناس اللي في جامعه او فئه الناس اللي في ثانوي يخشوا افلامه، هو راضي بالفئه بتاعته. ولكن برضو الواحد لو وهو عايز يعني برضو هيأثر على معيشته، لان بص مثلا على استاذ سامح حسين برضو ايراداته ابتدت تقل بسبب ان هو كانت افلامه بتستهدف الاشخاص الاطفال، فلازم ياخد باله منها، يحاول يطور من نفسه علشان العيشه المرتاحه اللي هو عايشها حاليا دلوقتي دي ممكن تطير لو فضل بيستهون او بيفضل كسول زي ما هو كده. هو حاسس ان انا بنصحه ليه مش عارف، ولكن اتمنى فعلا ان هو يرجع يعمل حاجات حلوه علشان الهجوم اللي بيتهاجم له او حتى فكره ان هو معقاش حد يهاجمه هيبتدي يطفي، والواحد بيتكسف لو عمل فيلم وحش يعني. فانا مش عارف هو يعني ايه رايه برضه، ولكن اقدر اقول لك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. سلام يا صاحبي.